حاليا بعد التحديث بقى في مشكلة في اب كلونر، وكله عايز ينسخ اللعبة ومحدش عارف ينسخها عشان بيظهر مشاكل في اب كلونر. المشاكل دي بتظهر عند الكل مش عندك بس انت. وانا جاي النهارده اقول لك في الفيديو ده على الحل بتاعها وسبب المشكلة اصلا من الاساس، بعدين اقول لك بقى على الحل وممكن تعمل ايه علشان تعرف تنسخ اللعبة وتخش على الحسابات بتاعك. بس قبل ما ابدا احط لك اشتراك في القناة وفعل زر الجرس، وعايزك تسمع الفيديو من الاول للاخر عشان في كلام جدا مهم هقوله ولازم تسمعه. دي واحده من المشاكل اللي بتظهر بعد ما تيجي تنسخ اللعبه بعد التحديث. وبرضك في رساله تانية نفس النظام برضك بيقول لك اللعبه حجمها كبير. اول حاجه سبب المشكله دي احنا حاليا لو دخلنا على ملفات الاو بي بتاع اللعبه ممكن تلاقي عندك ملفات الاو بي ظاهره وممكن ما تلاقيهاش ظاهره. لو هي مش ظاهره عندك او ظاهره فمش فارقه، اللعبه بقى حجمها كبير وملفات الاو بي مساحتها اتنقلت لملف اللعبه. ودي حاجه كويسه جدا عشان هيسهل انك تنسخ اللعبه بشكل كبير قوي وتعمل نسخ كتيره. هتقول لي ازاي؟ اقول لك تابع الفيديو للاخر واسمع كل كلمه بقولها. اول حاجه ان احنا هننسخ اللعبه بالتطبيق ده، مش هننسخها بتطبيق اب كلونر، هننسخها بالتطبيق ده، ورابط التطبيق تلاقيه في الوصف. وما عرفتش تخش على الرابط اللي في الوصف فتلاقي برضك عندك فيديو في الوصف اقول لك ازاي تخش على الرابط. لازم تحمل رابط الايه في الوصف عشان دي نسخه غير النسخه اللي على المتجر، عشان تعرف تعمل كذا نسخه، تعمل نسخ كتيره براحتك. اول حاجه كده تخش علامه الزائد اللي تحت تعمل اجري، وهتضيف حاجتين. اول حاجه تطبيق الكروم، جوجل كروم اول حاجه تضيفه، بعدين تروح على الزائد برضك وهتضيف اللعبه. ما انت شايف حاليا بضيف نسخه وبضيف نسختين 3 4 5 زي ما انت حابب على قد النسخ اللي عندك. لو حملت نسخه من المتجر من التطبيق ده تقدر تنسخ نسخه واحده من اللعبه، مش هتعرف تنسخ نسخ كتيره زي ما انت عايز. فاسمع كل كلمه بقولها عشان برضك اقول لك ازاي تدخل الحساب بتاعك على النسخه ديت، عشان في ناس بيجي يقولوا لي مش هعرف ادخل الحساب بتاعي وانت ما تسمعش الفيديو اصلا. فاسمع الفيديو عشان اقول لك على كل حاجه. اول حاجه تخش على الكروم وتعمل استخدام بدون حساب، بعدين تنزل تحت تعمل حسنا بقى خلاص، تخرج من الكروم خالص، تخش على اول نسخه اللي انت عايزها عشان تدخل الحساب بتاعك وتظبط الدنيا جوه اللعبه. وهتشوف هو اللعبه هتفتح حاليا من غير منن اي ملفات، ما انتم شايفين من غير منن اي ملفات من زد ارشيفر. اللعبه فتحت معانا من غير اي مشاكل، عشان كده بقول لكم دي حاجه حلوه عشان هتسهل النسخ من التطبيق ده. لحد ما نشوف اخر مشاكل الاب كلنا ده ونحاول نحل المشاكل بتاعه. حاليا نستخدم التطبيق ده ونستخدم النسخ بتاعه. نخش بقى ننقل الحساب بتاعك ومن داتا ترانسليت عادي زي اللعبه العاديه، انقل الحساب وهيدخلك على جوجل كروم اللي انت نسخته، مش جوجل كروم بتاع اللي انت بتستخدمه كل شويه ده، لا اللي انت نسخته. عشان كده بقول لك لازم تنسخه الاول، بعدين بقى تخش تدخل الحساب بتاعك عادي. انا ادخل حساب وارجع لكم. ركز بقى معايا في اللي جاي. هنا حاليا اهو بدخل الكود وهعمل نيكست. بص كده معايا، حاليا اللعبه فتحت ايه؟ فتحت على بيس الصينيه. قول لك اخرج من الصينيه خالص وخش على نسخه تاني، خش اعمل ده ترانسليت وخش دخل حسابك تاني جوه اللعبه. دخل حسابك تاني. لو اللعبه برضو دخلتك على حاجه تانية غير بيس اللي انت عايزها، اخرج من اللعبه خالص وخش خش سجل حسابك تاني ولحد ما اللعبه تدخلك على النسخه اللي انت عايزها. هي دي المشكله. بس برضو مش هتطول معاك، اخرك مرتين ثلاثه تدخل الحساب وفي ثانيه اللعبه هتخش. ما انت حاليا المره دي قدامك اهي اللعبه دخلت معايا من غير اي مشاكل. فانت بقى جرب التطبيق ده لحد ما نشوف مشاكل اب كلونر ونحاول ننسخ منه. بس لحد الان التطبيق ده افضل تطبيق للنسخ وغير ما فيهوش اي مشاكل كمان، واللعبه هتلاقيها سلسه معاك خالص. وهو واحد صاحبي قال لي على كل حاجه في التطبيق ده، وقال لي كمان ان اللعبه ما بتاخدش مساحه كمان في التطبيق. وفعلا شفت حاليا اللعبه فعلا ما خدتش مساحه. نسخ 3 نسخ اللعبه ما خدتش اي مساحه خالص من الموبايل. فدي برضو حاجه تحسب للتطبيق. وزي ما قلت لك حمله رابط تلاقيه في الوصف، واسمع الفيديو كويس في موضوع انك تدخل حسابك ده علشان ما يحصلش تعقيب معاك وانت بتدخل حساب ودخلك على النسخه الاصليه وانت عايز النسخه المنسوخه. فانت حمل التطبيق الرابط تلاقيه في الوصف واعمل كذا نسخه اللي انت عايزها. وما عرفتش تخش على الرابط هتلاقي برضك فيديو في الوصف ازاي تخش على الرابط. ودي كان فيديو النهارده، بس عشان تعمل لايك وشير الفيديو وحشرف في القناه وفعل زر الجرس. اشوفك فيديو جاب صحه وسلامه. سلام.